كانت بتجري بأقصى سرعتها. الحواري كلها ناس ميتة، حتى الدكاكين فاضية ومفيش حد، معظم الناس ميتين. الدنيا كلها سواد مطبق. والأمير حكم بالإعدام على 6 واتعلقوا على باب زويلة، وفي ناس مستنيين تنفيذ حكم الإعدام بحماس شديد. ولما الإعدام اتنفذ جت عربية الموتى علشان تشيل الجثث وتوديها المقابر علشان الدفن. بس الغريب إن الناس فضلوا ماشيين ورا عربية الموتى بإصرار غريب، وكانوا بيزاحموا بعض بعنف علشان يلحقوا العربية. ولما وصلوا المقابر والجثث اتدفنت فضلوا مستنيين لما رجالة الأمير مشيوا، وهجموا على المقابر وكسروا أبواب التراب بعنف، وخرجوا كل الجثث اللي لسه مدفونة، وعملوا أغرب حاجة ممكن تتخيلها. فضلوا يقطعوا في الجثث بسكاكين كانت معاهم، وقعدوا ياكلوا من لحمها ني زي الوحوش. وفي مجموعة طلعت جثث مدفونة من بدري ومتحللة، وفضلوا ياكلوا أجزاء منها بكل شراسة. هي شافت كل ده وهي بتحاول تهرب، مع إنها سمعت عن اللي بياكلوا الجثث، بس ما كانتش مصدقة اللي شافته عينيها. كمان شافت ست واقفة بتعرض بنتها للبيع مقابل شوال دقيق، وقدامها راجل ضخم بيقلب في البنت كأنه بيشتري فرخة. وفي الآخر ادالها شوال الدقيق وخد البنت وهي متكتفة بتحاول تهرب، وملحقش يوصل السوق إلا وهجم عليه مجموعة تانية، خطفوا منه البنت وذبحوها وبدأوا ياكلوا من لحمها.